مرتبط بهذه المنطقة، أهميتها الاستراتيجية وارتباطها بالوصول، الرغبة في الوصول إلى بترول بحر قزوين الذي يتصارع عليه العالم كله، لابد أن يمر أولا من تركستان الشرقية، لأنها لن تستطيع أن تمر من الهند وكشمير وبينهما ما بينهما، لكن لابد أن تمر من تركستان. لا، نتوقف أمام فكرة نقل 200 مليون صيني إلى تركستان. هنا يعني التغيير الديموغرافي، يلاحظ التغيير الديموغرافي بدأ بشكل واضح منذ عام 49. تمام. حينما نتحدث عن القومية الأكبر وكانت تصل إلى تزيد عن 95%، الآن أقل من 50%. ما هو من أحد الأساليب الكثيرة التي تتبع لتغيير هوية هذه المنطقة هي مسألة التهجير من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج. يعني هي تنقل الصينيين ليعيشوا داخل تركستان وتجبر أهالي تركستان على الخروج منها، يعني بينقلوا إجباري للعمل في مناطق أخرى والاستقرار فيها، تشجيعهم على الخروج من تركستان والعيش والاختلاط بالصينيين. بل أن وصل الأمر أن مع كل التضييق الذي يتعرض له المسلمين الأتراك في تركستان الشرقية، لكنها تشجع في الوقت نفسه زواج المسلمين والأتراك من الصينيات، والأولاد يكتب أنهم صينيين، مش صيني لا ديني، مش مسلم. نعم. مش مسلم، ليس بالمسلم. وإذا حدث هذا في مثلا تغدق عليهم بالأموال، وفي وقت ما إذا أراد أن يتراجع عن هذا الزواج يجد نفسه مطالب بدفع مبالغ مالية يعجز عنها، فيفضل يعني الموت عن الاستمرار في هذا الوضع. مسألة هذه السياسة أدت إلى أن الأيغور الأتراك بعد ما كانوا بيمثلوا 95% من تركستان الشرقية، النهاردة انخفضوا إلى 45% فقط من عدد السكان، ولا يعيشون إلا في المناطق الأشد فقرا والقرى الأشد فقرا داخل والدعم طبعا يذهب إلى الهان، يذهب إلى الهان اللي هم الصينيين اللي بيسيطروا على الوظائف والمصانع والمناصب الإدارية الكبيرة. نعم. يعني أيضا الدكتورة حينما نتحدث عن الأحداث الحالية الأخيرة في تركستان، هي سلسلة من الأحداث، يعني ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. ليست الأولى. لا، حضرتك لما تنظر لتقارير حقوق الإنسان على سبيل المثال دائما ما يرد ذكر المسلمين الصينيين في تركستان الشرقية، ما تعرضون له من سجن بدون محاكمة، من اعتقالات، من تضييق يعني على ممارسة الحريات. دكتورة حاولنا أن يعني نستضيف أحد الأخوة من تركستان الشرقية يكون معنا ضيفا معك دكتورة، يعني اعتذر أكثر من شخص طبيعي خوفا من يعني ردة فعل السلطات الصينية. يعني أقول لحضرتك أن من يقرأ اللغة العربية يحبس. نعم. فقط لمجرد أن في هذا إشارة إلى تمسكه بهويته الحقيقية كمسلم أو كتركي، فما يعني أكثر من هذا بالطبع بيكون غير مسموح به. يعني نرجع للموضوع اللي كنت بتكلم فيه اللي هو التغيير الديموغرافي. التهجير بيتم على شكلين: تهجير نقل الصينيين إلى داخل تركستان وإخراج الأتراك خارج تركستان. أولا في الأحداث الأخيرة كما لاحظت حضرتك، أول حاجة أذاعتها وكالات الأنباء منع خطوط الاتصال والإنترنت والتواصل والمساجد. خلاص الستار يعني الحديدي والمساجد أغلقت. لا تستطيع أن تعرف ماذا يجري في الداخل، كل وسائل الاتصال منعت. هذا يعني هذا الحظر وهذا القيد هو قيد مستمر. لا يعني والغريب أن الصين حينما تتحدث عن الأحداث تتحدث بأسلوب مختلف عن الواقع، وكأنها شأن داخلي، وأنهم يعني جاءت أحداث 11 سبتمبر فرصة ذهبية. هنالك من يخطط لتخريب الداخل الصيني وشماعة الإرهاب وهكذا. بالضبط، طرحت على العالم اصطلاح جديد اللي هو الإرهاب. أصبح كل من يطالب بحقه
إذا يعني لم يستجب أنه هو في عداد الإرهابيين، كل من يقاوم أصبح في عداد الإرهابيين. يعني ما يحدث في فلسطين هو ما يحدث في تركستان الشرقية. التغيير الديموغرافي دكتورة يقودنا إلى أهم الانتفاضات التي قام بها الشعب الأوغوري ضد الصينيين، وربما يعني نحن لدينا أشهر الانتفاضات بدأت عام 97 واستمرت هذه الانتفاضات رغم القمع الهائل الذي يتعرض له السكان الأصليون. أسمع منك الإجابة ولكن بعد فاصل أخير. أعزائي المشاهدين، فاصل أخير ونعود إليكم. وأظن كان في واحدة 97. أعزائي المشاهدين من جديد في برنامج قنادي، لقاء الأستاذة الدكتورة ماجدة مخلوف والحديث عن تركستان الشرقية. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا بك يا فندم. قبل الفاصل قلت لك هذه ليست الأخيرة وليست الأولى. أيضا هنالك تعتيم إعلامي شديد على واقع المسلمين بشكل عام في الصين. يعني حتى نحن نتحدث عن الأرقام، هل هي 100 أم 120 مليون؟ يعني لا أحد يستطيع. حتى الفارق ليس بالسهل، ليس من السهل أن تعرف يعني أي شيء 20 مليون يعني ليس سهل هذا الرقم. حين نتحدث هل عدد المسلمين يصل إلى 120 أم هو 100؟ حتى عدد يعني السكان في تركستان لا نعرف كم. يعني هنالك من يقدر ب20 ولا تستطيع أن تعرف. هذه نقطة أخرى. يعني من خلال مصادر صينية صعب جدا أن تعرف حقيقة الأعداد، لكن الحقيقة هناك كثير من التركستانيين الذين يتمكنوا من الخروج، لأن أيضا الدخول يعني فلنفترض أن لك أقارب هناك فرضا لا تستطيع أن تذهب لزيارتهم مثلا، هناك منع كامل للوصول أو للتواصل. الخروج من هناك مسألة في منتهى الصعوبة وتمر يعني بحاجات دقيقة جدا. التمردات اللي حصلت قبل التمردات دكتورة فقط حتى نتحدث عن حقيقة قبل أن نذهب الانتفاضات وليست تمردات، هي انتفاضات الشعب المسلم ضد يعني الاحتلال الصيني. نتحدث عن حقيقة إفناء. هنالك حقيقة لإفناء الشعب المسلم داخل تركستان من خلال التفجيرات النووية. هنالك تقديرات بأن عدد الذين ماتوا بسبب الإشعاعات والسرطانات تجاوز 200 مليون. هنالك دراسات أوروبية محايدة تقول هنالك تسمم في الشجر والأرض والإنسان. يعني هنالك حالة إفناء للشعب الأوغوري. من ماتوا في التفجيرات ومن ولدوا مشوهين، لأن هناك عدد كبير جدا من ولد مشوه. التلوث الذي أصاب البيئة بشكل عام بلا شك الأمراض السرطانية والأمراض الجلدية. بعض التقارير بتقول أن هناك أمراض غير معروفة تفشت في مدن بعينها بسبب هذه التفجيرات النووية. هذا إفناء للأحياء. الاتجاه الثاني هي مسألة منع الإنجاب. الأتراك مسلمين، والإنجاب أنا في اعتقادي هو وسيلة من وسائل التشبث بالأرض ومقاومة هذا التغير الديموغرافي. الإجهاض الإجباري، وسائل التعقيم الإجباري، كل هذا رغبة في يعني هنالك تدخل سافر في العادات والتقاليد، وهذا شعب مسلم يتطبق عليه ليس يعني علمانية، ولكن هنالك أفكار خاصة في الصين تطبق على هذا الشعب. السائد لابد أن ينصاعوا للفكر يعني موضوع الزواج وموضوع الطلاق والوفاة يعني كل هذه أدت بالشعب إلى الانتفاضات. أشهر هذه الانتفاضات بدأت في عام 97. يعني أنا أريد أن أوضح نقطة، أن في بعض الأوقات منعوا تكفين المسلمين. نعم، هذا ما نتحدث عنه. التدخل في الزواج والتدخل أيضا في الطلاق والموت. لأن القماش يستخدم للأحياء وليس لدفن الموتى. يعني في كل التفاصيل الحياة يحاول الصين أن